السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. الفيديو ديال هذا النهار جبت لكم سلو مقوم على حقه وطريقه بالطريقة الأصيلة اللي كيجي معلك ولذيذ بزاف. هانتوما شوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيكون، كيجي معلك وكيجي بنين بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة هنا للمقادير، عندي انايا كيلو ونص ديال الجنجلان، كيلو اللي شديت النص ديالو هرمشته والنص ديالو طحنته مزيان حتى تعلق، والنص خليته هكاك صحيح. بالنسبة للوز حتى هو عندي كيلو ونص، كيلو شديته مسحته وحمرته في الفران، يعني حتى تحمر على النار تكون مهيله. والنص كيلو الاخر خليته هك فسخته وقليته في الزيت، النص ديالو هرمشته على هذا الشكل هذا، والنص خليته هكايا صحيح للتزيين. بالنسبه للجنجلان راه حتى هويا مغسول ومنقي ومحمر مزيان، يعني حتى هو حمرته على نار مهيله في الفران حتى بدا كيطرطق. بالنسبه لهنايا النوافع، عندي 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال القرفه، و2 معالق كبار ديال حبات حلاوه، وعندي نص معلقه صغيره ديال المسكه الحره. بالنسبه للدقيق هنايا عندي الدقيق محمر، القياس اللي عندي 2 كيلو ديال الدقيق، يعني حتى تحمرات عاد عبرت 2 كيلو. زدت عليهم واحد القبيصه ديال الملحه باش كتعادل لينا الذوق. وهنايا غادي ندير واحد الرشه ديال الكوزه، اللي بغى يديرها يديرها واللي بغى يستغنى عليها ممكن. ما درتش شي كميه اللي كبيره، درت غير واحد الرشيشه كي كتشوفوا معايا، غير واحد الحكه، ماشي حتى ربع كوزه، غير واحد شويه، غير ويس ديال الكوزه حكيت منه واحد شويه. هنا غادي نبدا نضيف الجنجلان ديالي، كي قلت لكم النص طحنته مزيان والنص خليته شويه مهرمش. هنا غادي نزيد النافع، 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال القرفه، و2 معالق كبار ديال حبات حلاوه. بالنسبه للنافع راه ما كنحمروش، غير كنسخنو شويه في الفران سخون وكنحيدو نطحنو حتى يتنين وكنغربلو. هنا زدت اللوز، زدت كيلو ديال اللوز. وهنايا غادي نزيد سكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي انا هنايا درت 400 غرام ديال السكر كلاصي، هاد الباكيه هادي فيها 400 غرام. بالنسبه ليا انا راه جا هو هذاك في السكر، ما جاش حلو وما جاش مسوس، يعني واللي كيبغي الحلاوه يوصل حتى ل 500 غرام. يعني جات الحلاوه ديالو طبيعيه. ملي كنبداو ناكلو كنحسوا بالمقادير، كنحسوا بالقوام، كنحسوا باللوز وكنحسوا بالنافع. يعني ملي كتكثروا له الحلاوه كتبداو تحسوا غير بالسكر، ما كتبقاوش تحسوا بالنوافع وبالجنجلان وباللوز. انا هاد الكميه هادي راه عندي مضبوطه. بالنسبه للنواشف غادي نبدا نخدمهم هكايا هكايا، كنبدا ندخل الجنجلان واللوز في الطحين، يعني كنبدا ندلكهم باش يجيوني ساهلين منين ندير الزيت والزبده. وهنايا بعد ما خدمت النواشف ديالي كاملين على هذا الشكل، كلشي تندمجوا ليا مع الدقيق ديالي، كل حاجه دخلت في بعضياتها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للزيت، الزيت اللي قليت فيه اللوز، بالنسبه للوز درت نص لتر ديال الزيت ودرته على النار مهيله، الزيت بارده، فسخت اللوز ودرته على نار مهيله وقليت داك اللوز، حيدت اللوز وخليت الزيت دابا حتى دفات، عاد غادي نخدم بها. بالنسبه للزيت انا هنا درت نص لتر ديال الزيت، زيت نباتيه، من الاحسن ديروا النوعيه المزيانه، ومني كطيب راه ما تخافوش منها، يعني كنكونوا قالين فيها اللوز صافي. هنايا كنضيف الزيت وكنبدا ندلك على هذا الشكل هذا. اللي بغى يدوز هذا الخليط في العجانه ممكن. وهنايا عندي الزبده، اللي حتى عندي كيلو ديال الزبده، الزبده حيوانيه يعني زبده ممتازه. عندي كيلو ديال الزبده خليتها على النار حتى رجعت لي على هذا الشكل هذا نوازيط، تحيد منها الحليب وتحيد منها داك الماء. ضروري تخليو الزبده حتى تولي لكم على شكل نوازيط. راه ملي كتبدا تغلي كتبداو تسمعوا الطرطيق ديال الماء، ملي غتعرفوا غير ما تبقاوش تسمعوا يعني الزبده كطرطق، عرفوها راه نشفات في الماء من الماء. خليوها تزيد شويه حتى كيرجع اللون ديالها
كيرجع اللون ديالها بني، وكتعطي حتى واحد المذاق زوين للصفوف ديالنا. انا هنايا كي قلت لكم درت نص لتر ديال الزيت نباتيه، ودرت كيلو ديال الزبده. الزبده تكون سبيسيال باش ما تضيعش لكم الصفوف ديالكم، وفيها المذاق مزيان. صافي هنايا غادي نبدا ندلك الصفوف ديالي بشويه بشويه، حتى ضروري ما تدلكم، ما تبقاوش تزيدوا سوائل. انا هاد الكميه هذه راه كي قلت لكم عندي مضبوطه، يعني معتمده عندي، عارفه القياس. هنا غادي نبقى ندلك حتى داك الجنجلان واللوز ديالي حتى هما كيطلقوا لي دام ديالهم، يعني كيدي منا شويه ديال الوقت. كي قلت لكم اللي عنده العجانه يدير في العجانه، انا عندي كميه كبيره فضلت نخدمها هكايا بيديا، وانتم خدموه في العجانه. صافي هنايا غادي نبقى مستمره حتى ندلك الخليط ديالي مزيان. هانتوما شوفوا الخليط ديالي القوام ديالو كيفاش كيكون، يعني كيجي معلك على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا معايا، يعني عطيوه الوقت، خدموه مزيان، دلكوه باش كيطلقوا الجنجلان، كيطلق الزيت ديالو. هنايا غادي نزيد داك نص كيلو ديال الجنجلان اللي خليته صحيح، اللي حتى هو محمر، وغادي نزيد اللوز مهرمش. هنايا داك اللوز اللي شديته فسختو وقليته في الزيت باش كنحسوا بالصوف ديالنا تكون فيه ديك القرمشه. صافي هنايا غادي نخلط انا الخليط ديالي، غادي ندخل فيه داك اللوز والجنجلان اللي ضفت ليه في الاخر. صافي هنايا غادي نخليه في هاد الاناء هذا. كي كتشوفوا معايا يعني كان هكايا كندكسلو هكايا لتحت باش كيطلق في بعضياته. نتوما شوفوا معايا، يعني كنعطيه البنيه كندكو لتحت على هذا الشكل هذا، وناخذوا هكايا شي اناء وركوا عليه مزيان. انا هنايا غادي ندير هاد الزلافه هذه باش غادي تساعدني باش غادي يدخل في بعضياته مزيان، وكيطلقوا المقادير في بعضياتهم على هذا الشكل هذا. صافي هنا بعد ما غادي قاديته مزيان، غادي ناخذ السلوفان وغادي نغطيه. بالنسبه انا هذا السلو هذا صايبته في الصباح، يعني حتى خليته حتى لغدالي، عاد جمعته. قد ما خليته هكايا مجموع كيطلق في بعضياته، غير غطيوه مزيان، درت له السلوفان ودرت لي واحد السربيته وغطيته. بالنسبه لهاد القضيه، حتى ملي كتبغيو تجمعوا الصفوف ديالكم في السطل او في البواطه، بالنسبه للصفوف من الاحسن التخزين ديالو ديروه في السطل، والسطل يكون ما كيبينش، كيبقى مزيان. وهكايا بنفس العمليه اللي درت انا هنايا في القصريه، ديروها عاوتاني في السطل، يعني دكوه مزيان لتحت باش كيطلق كيزيد كيطلق داك الزيوت وكيطلقوا في بعضياتهم. صافي هنايا غادي نخلي الصفوف ديالي يرتاح، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. هنايا بعد ما ارتاح سلو ديالي كي قلت لكم خليته النهار كامل حتى لغدا ليه، عاد درته في السطل، وبنفس العمليه اللي درت معكم، يعني دكنوه مزيان باش كيطلق في بعضياته. واخا ديروه في السطل، ومن الاحسن السطل كي قلت لكم يكون ما كيبينش. وها هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي معلك وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار توصلوه ليا لاكبر عدد من اللي لايك، وتكثروا ليا من التعاليق. واللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.